الأسباب الوراثية كتير جدا. يعني في زيادة عن 400 سبب وراثي للتخلف العقلي. يعني كتير طبعا. يعني أنا أقدر أقول التخلف العقلي ده مش مرض، ده عرض. إنما ينقسم لعدة أمراض. فنيجي أول حاجة مثلا اختلال الكروموسومات. كل إنسان طبيعي عنده 46 كروموسوم في كل خلية جسدية. في أطفال الأكثر نوع معروف من التخلف العقلي اللي هو مرض داون أو الطفل المنغولي. فيبقى في كروموسوم واحد زيادة اللي هو نمرة 21. فلما بيتعمل تحاليل بيبان إن في كروموسوم واحد زيادة، يبقى ده وراثي بسبب زيادة الكروموسوم ده. والنقطة الثانية بقى، يعني في الحالات دي أكثر حالات ما بيبقاش في حالات ثانية مصابة قليلة، فناس تتخض نقول لها ده وراثي. وراثي يعني هو بسبب حاجات العوامل الوراثية اللي هي الكروموسومات مش طبيعية. هو نتج ما كانش مامته وباباه عندهم حاجة، إنما هو بقى يقدر ينقل المرض ده لأطفال، عشان كده اسمه وراثي. بالظبط. يبقى هو كده الطفل ده إذا جه ممكن بجوازه بعد كده هينقل أمراض لأطفال. حضرتك كنا عايزين نعرف الأعراض اللي بتظهر على الطفل اللي من خلال هذه الأعراض الأم تقدر تعرف إن ابنها فعلا عنده تخلف عقلي أو جنسي. هي ممكن من ساعة الولادة، يعني الطفل اللي اتولد، الطفل المنغولي ده اللي هو العرق سندروم له مرض، تلاقيه ساري قوي كده. أيوه، يعني العضلات بتاعته ضعيفة، يعني الشقة بتاعتها طالعة لفوق، بقه صغير، كانوا بيطلع لبره. الحركة بتاعته بتبقى بطيئة، حتى بيفضل نايم طول النهار. تلاقي الأم تجيلنا تقول لي طول النهار نايم ما بيعيطش كده. بنشك بقى من الملامح وبنعمل الكروموسومات تتأكد من التشخيص. في بقى حاجات تانية، يعني ممكن يتولد يبقى طبيعي في كل حاجة، يجي 3 أشهر ما يضحكش المنطق، ما ينفعش، ما يعرفش يجيب راسه كده ويرفض رقبته، يتأخر في الوقوف، يتأخر في المشي. عند سنة مثلا وشوية ما مشيش لحد سن 2 سنين. أول كلمة مفروض على سنة يقول كلمتين، مثلا على سن 2 يقول جملتين 3. فكل الحاجات دي بتبقى أعراض إن الطفل ده ممكن يبقى متخلف عقليا. فكل ما الحاجة بتكتشف بدري يبقى أحسن، عشان بنقدر نبتدي علاج معين يحسن الحالة، يعني تفاعل بقى البيئة مع العوامل الوراثية أو مع التخلف العقلي. يبقى في تنبيه فكري. التنبيه الفكري ده بيدينا أحسن نسبة ذكاء. يعني عند الطفل يعني ممكن يكون هو ذكائه اللي هو هيبقى 70، إذا ما اتمرنش حاجة يمكن يوصل 50 أو 40 زي ما الدكتور سعيدة. دكتورة ثانية، في ساعات ممكن بعض الأمهات بتتناول بعض العصافير أو الأدوية أثناء الحمل، ده ممكن ينتج عنه. طبعا ما أنا ما كملتش الأسباب البيئية. المحنة هتبقى كتيرة، بس إحنا بنلاقي أهم الأسباب. من الأسباب البيئية تعاطي الأم أدوية معينة أثناء الحمل بدون استشارة الطبيب، أو إصابتها بفيروسات معينة. يعني الحصبة الألماني ممكن تعمل تخلف عقلي، تورش التوكسوبلازموزيس، الروبيلا اللي هي الحصبة الألماني، السيتوميجالو فيروس. كل دي يعني في أمراض معينة، فيروسات بتحصل أو ميكروبات أثناء الحمل بتعمل تخلف عقلي. وده برضه كل دي من الأسباب البيئية بالإضافة للأسباب الوراثية. وهنا الأسباب الوراثية مش بس كروموسومات، الكروموسومات أحد الأسباب. في بقى حاجات بتنتقل من الأم أو الأب للطفل أو الطفلة بنسبة 50%، اسمها عوامل وراثية سائدة. في حاجات تانية تبقى الأم والأب طبيعيين خالص، بس ممكن يكونوا قرايب فيجيبوا أمراض وراثية متنحية تظهر في أولادهم بنسبة 25%. في حاجات مرتبطة بالإكس كروموسوم، يبقى الأم شايلة المرض وتجيب الأولاد الذكور بنسبة 50% عندها المرض. عشان كده الحقيقة مهم جدا أول ما الأم تشك أو الطبيب اللي يتتبع الطفل يشك إن عنده تخلف يبعت له الحد بتاع وراثة عشان يعرف سببه إيه، عشان تتجنب. لو اكتشفناه بدري يا دكتورة ممكن نلحق نعالجه شوية. طبعا أي حاجة بتفرق كتير جدا. يعني بس هو ما بيبقاش علاج شفائي، بيبقى مساعدة شوية عشان الحالة تتدهور. يعني لا، في حاجات تأهيل. في حاجة أثناء من ساعة الولادة بتعمل شكة
في كعب الطفل، نقدر نعرف منها ممكن يجيله تخلف ولا لا، وازاي نقدر نمنع التخلف ده بان احنا نمنع عنه أغذية معينة، بياخد أغذية معينة. وده اللي أنا بقوليه بإنه يعمم، عشان يعني احنا عملنا دلوقتي رجحنا في إن احنا عملنا يعني بنكشف على نقص هرمون الغدة الدرقية. يهمنا بقى حاجات تانية زي الفينالكتونوريا والجلاكتوزيميا وأمراض كتير قوي قوي. يعني دلوقتي وصلت على الأقل مثلا 20 مرض نقدر نكتشفها مبكر جدا ونعالجها يقوم يطلع الطفل طبيعي خالص. طب يعني التقرير اللي احنا شفناه اللي فات شفنا آرائهم وشفنا كلامهم، وفي منهم بيقول إنه الناس بيعاملونا على إننا متخلفين عقليا، أو على إننا عبط، أو على إننا بياخدونا على قد عقلنا. وفي اللي قالت دي عايزة تتجوزني وفاكراني عبيط. يعني ايه رأي حضرتك يا دكتور؟ يعني هم فاهمين، هم مدركين. انا شايف ان هم عندهم حق. اولا هو يعني شكل الحالات اللي احنا شفناها دي كلها تعتبر يعني تحت المتوسط، هي تخلف بسيط. التخلف البسيط اللي هو حوالين ال70. فدول بيبقى عندهم ادراك مش وحش، يعني حاسين بنفسهم الى حد ما، شايفين الحياه، عاوزين يستمتعوا، شايفين الناس بتتحرك، ناس بتتجوز، ناس بتخلف. طب احنا فينا ايه مشكلتنا؟ وطبعا الناس شايفه طبعا الفرق بينهم وبين الطبيعي، فحاسه ان هم اقل شويه، بيتصرفوا بشكل مش واضح ان هو فيه ذكاء، فبتعاملهم طبعا على هذا المستوى، انما هم بيتكلموا من واقع حاجتهم بقى، من واقع الحاجه الملحه عليهم، ومن واقع نداء الطبيعه ونداء البشريه. مشاهدينا فاصل ونعود مره اخرى.